اي حد فينا بيعدي من قدام صيدلية اكيد بيشوف الرسمة ديت موجودة على اي صيدلية او على اي مكان مخصص لبيع الادوية. والرسمة دي بتكون عبارة عن كاس زجاجي وفيه تعبان بيلف حوالين الكاس ده. ومش بس بيكون متعلق في الصيدليات، لا، ده كمان ممكن يكون جوه المستشفيات، وبتلاقي ليه اكتر من شكل. يعني مرة مثلا تلاقيه عصاية ملفوف عليها تعبان، ومرة تانية تلاقي تعبانين ولهم أجنحة وملفوفين حوالين بعضهم. فيا ترى إيه الحكاية؟ وإيه دخل التعبان في شعار الصيدلية؟ على الرغم إن المفروض إن التعابين كائن مش مفضل بالنسبة لمعظم البشر، وإن أنا وإنت ومحمد ابن خالتي بنخاف أصلا من شكل التعابين، وده جاي يستظرف يا ماما. أغلبنا. والمفروض إن الصيدليات ومهنة الطب بوجه عام بترمز للسلام والصحة، وهدفها هو المحافظة على حياة البشر. ولو افترضنا إن لكل شركة أو مؤسسة شعار خاص بيها وبيميزها، ومن الأمثلة على كده هنلاقي إن الحمامة وغصن الزيتون مثلا بيرمزوا للسلام. فهنلاقي إن الشيء ده منطقي جدا، لأنهم رموز فعلا بترمز للهدوء والسكينة. وزي ما تدخل مكان وتعرف إن ممنوع التدخين في المكان ده، ببساطة لأنك أول ما تشوف علامة السيجارة وعليها حرف إكس، فأنت هنا بتعرف إن المكان ده غير مخصص للتدخين. وبالتالي ده شيء منطقي لعقلنا علشان خاطر يستوعبه. وتقريبا حياتنا كلها بقت عبارة عن شعارات، وبمجرد ما تشوف الشعار ده بتفهم ايه المطلوب منه. ولكن للأسف الشعار الوحيد اللي ما تفهموش هو ليه الصيدلية عليها تعبان. ولكن في الحقيقة من وجود تعبان على شعار الصيدلية ده مجاش من فراغ، ووراه معلومة ولازم تعرف قصتها علشان في نهايتها تعرف ايه المقصود من الشعار ده. وأول مرة استخدموا فيها التعبان كرمز للصيدلية كان سنة 1222 ميلادية. وقصة التعبان بترجع للعصر الإغريقي، وبالتحديد الحكيم اسكلابيوس، واللي عيلته كلها كانت بتشتغل في مهنة الطب، واللي كان بيتقال إنهم بيعالجوا مرضاهم بلمسة واحدة من العصاية بتاعتهم، أو لمسة واحدة من تعبان كان دايما معاهم. وقصة اسكلابيوس بتحكي إنه كان خارج في رحلة علشان يدور على أعشاب من اللي بيستخدمها في صناعته للأدوية، ولكن شاف وهو مسافر تعبان مرمي على الأرض، وكان التعبان ده ميت. وبعدها بثواني ظهر تعبان تاني جاي من بعيد، وكان في بقه عشبة شكلها غريب. وبمجرد ما قرب من التعبان الميت فتح بقه وحط فيه العشبة الغريبة ديت. والغريب ان بعدها بثواني التعبان الميت صحي ورجع تاني للحياة. ومن هنا عرف اسكلابيوس سر الصحة والحياة عن طريق التعبان. ومن هنا بقى التعبان والعصاية رمز لاسكلابيوس. ومن هنا بدأ يتم استخدام العصاية والتعبان كرمز لمهنة الطب والصيدلة على مستوى العالم، ولحد ما انفصلت الصيدلة عن الطب وبقت مجال متخصص لوحده. ومن الوقت ده بقى شعار الطب العصاية وعليها التعبان، والصيدلة استحدثوا شعار خاص بيهم وهو الكاس والتعبان. ولكن في نظرية تانية بتنفي الكلام ده، وبتقول إن في أسباب تانية هي اللي ورا الشعار ده. يعني هتلاقي نظرية بتقول إن العلماء والدكاترة قدروا يستخرجوا علاج من سم الأفعى، واللي هو أصلا شيء قاتل، وده اللي العلماء أثبتوه بالفعل. كمان في الوقت الحالي اكتشفوا إن في أدوية كتير بيدخل فيها سم الأفعى، وكمان في زيوت للشعر من الأفاعي. وكمان في رأي تالت بيقول إن التعبان كان رمز للصحة في عدد كبير من الحضارات القديمة زي الفراعنة واليونان، وكانوا بيستخدموا الأفاعي الغير سامة ويعملوا بيها طقوس معينة يعالجوا بيها الناس. وكانوا بيقولوا إن سم الأفعى بيكون قاتل لو دخل من مجرى الدم فقط، ولكن لو دخل عن طريق الفم بيكون مفيد. وكانوا بيوصفوه كعلاج، وقالوا إن سم الأفعى مليان بالبروتينات المفيدة للبشرة وللجسم، وده لو اتاخد عن طريق الفم. وفريق رابع بيقول إن شعار الطب والتعبان بيرجع لابن سينا، وده لأن أيام ابن سينا انتشر مرض الطاعون بسبب إن عدد كبير من الفئران بقى موجود في المدينة،
والموضوع ده خلى ابن سينا ينصح الناس بأنهم يجيبوا تعابين غير سامة، وبالفعل بدأت التعابين تهاجم الفئران واختفت كل الفئران، وبدأ مرض الطاعون يختفي تدريجيا لحد ما انتهى. ومن هنا والتعبان بقى صديق لمهنة الطب. ومع نهاية الفيديو ده هتعرف ان في جدل كبير حوالين الشعار، وان مفيش رأي بعينه هو الفائز، ولكن كلها مجرد تكهنات، ولسه الموضوع معروض للنقاش، وإن كان معظم الآراء بترجع للأسطورة الإغريقية اسكلابيوس.